في البداية زي ما عودناكم الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. طبعا حاجة سريعة أقولها لكم. مستشار طلع هو وولاده من الفيلا بتاعته، وطبعا المستشارين والناس اللي بتوع القضاء دول من أصعب المستحيلات إنهم يقفوا في الشارع وياخدوا ترمس أو ياخدوا أي حاجة، ما ينفعش، ده تعليمات عندهم. لكن أولادهم عايزين ياكلوا ترمس من الراجل اللي واقف على العربية، والراجل ده غلبان. خدوا من المستشار وراح للراجل ده وطلب منه، عباله الجراطيس وعطاله اكتر من حقه. الراجل بص في ايده لقى الفلوس كتير. بعد ما خد الراجل الفلوس ولقاها كتير، جري على المستشار في العربيه وقال له يا سياده المستشار الفلوس دي كتيره قوي. قال له خليها معاك يا عم الحاج عشان خاطر انت راجل غلبان وما تسترزق. قال له يا بيه ده كتير عليا. جت المدام بتاعته وتسترزق بالراجل الفقير الفلاح وتقول له خلاص يا عم مش تاخد التساكين. قال له ان شاء الله هتروح الحج. قال له ان شاء الله هتروح الحج. ضحكت المدام من جوه العربيه، يطلع عشان خاطر القرشين اللي هعطوهم لك دول هيروح الحج. قال لها بامر الله يروح الحج. فمشي المستشار وفي وقت الراحه بتاعته في المنزل بتاعه جاله تليفون من الوزاره ان هو ده ضمنوه من ضمن الجرعه بتاعته، ان هم طالبين منه صوره الجواز علشان خاطر مسافر بعد 48 ساعه. شفت المعجزه يا جماعه؟ الراجل الفقير بتاع ترمس بيوصل رساله للمستشار وبيقول له كمان بقى يا ريت لما تروح هناك في المدينه وانت هناك ما تدعي لي بسلمنا على رسول الله. استغرب المستشار، قال له خلاص ماشي. وراح اروح طبعا جاهز الجواز بتاعه ظبط حاله، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ سافر ونسي طلب الراجل غلبان. فهتبص اللي حصل، طلع من مكه المدينه وهو قاعد احضرته الغيبوبه، نام شويه وجاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له فين الرساله اللي بعتها معاك الراجل الغلبان بتاع الترمس؟ استغرب المستشار، الراجل غلبان يا ابوش يا ابو على الناس مش عارف اعمل ايه، مش هقدر ارجع المدينه تاني. فطبعا نزل البلد وراح يدور على راجل غلبان يقول له انا قلت لك وبلغت رسول الله. قال له انت كذاب، لان رسول الله هو اللي بلغك في المدينه وقال لك فين سؤال الراجل الفقير الغلبان. لكن عايز اوصلك رساله، اي واحد غلبان ما تستهونش بيه، دعوته مقبوله عند ربنا. اللي ملطوع في الشمس وتعبان وهلكان وشرب المر اوعى تستهون بيه. ودايما لما تعطف عليه وتشوف حق الراجل الغلبان ده او صله الارحام او جبر الخواطر، ده حاجه كبيره يا جماعه. انا مش عايز اطول عليكم، المستشار قاعد في ذهول ومش عارف يرضي الراجل ده ازاي. فانصح كل واحد عاطيله ربنا وشبعان ومرتاح اوعى يستهزئ باي حد فقير وغلبان. انتظروا طيف الفنان واللي جاي افضل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.